يا مساء الفل على أجمد مشاهدين. سنة 2025 كانت سنة مجنونة على نتفليكس. منصة العمالقة دي نزلت فيها أضخم إنتاجاتها في كل الأنواع، من إثارة لرعب لفانتازيا لدراما لأكشن أسطوري. لو بتحب تشوف أفلام معمول ليها شغل بجودة سينمائية عالية وبطولة نجوم صف أول زي إدريس ألبا ودانيال كريج وأوسكار إيزاك، يبقى القايمة دي معمولة علشانك. أنا هنا مش علشان أديلك قايمة وخلاص، أنا هنا عشان أديلك الهايب اللي هيخليك تحجز مكانك قدام الشاشة وتجهز فشارك. فجهزوا نفسكم ويلا بينا نبدأ العد التنازلي من المركز العاشر. وهنبدأ رحلتنا الحماسية لأقوى أفلام نتفليكس الجديدة في 2025، ومعانا المركز العاشر اللي بيبدأ القايمة بفيلم لازم تتفرج عليه لو بتحب الأكشن السياسي، وهو فيلم A House of Dynamite. الفيلم ده تحفة للمخرجة الأوسكارية كاثرين بيجلو، وبطولة النجم القوي إدريس ألبا في دور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومعاه النجمة المميزة ريبيكا فيرجسون. القصة كلها بتبدأ من أول ثانية بإنذار صاروخي خطير مجهول المصدر بيهدد أمريكا، وهنا بيبدأ العد التنازلي المرعب. انت هتعيش التوتر من جوه البيت الأبيض وغرف القيادة السرية، وهتشوف فريق القيادة وهم بيحاولوا ياخدوا القرار المصيري: نضرب ولا نستنى. القرار ده هيغير مصير ملايين البشر في ثواني. الفيلم ده مش مجرد أكشن، ده إثارة نفسية وسياسية بتوريك الضغط اللي بيعيشه المسؤولين، وبيوريك ازاي ان القرارات المصيرية ممكن تكون أخطر من أي عدو، وإن العالم فعلا ممكن ينفجر في أي لحظة. ونكمل رحلتنا في أفلام نتفليكس الجديدة، والمركز التاسع ده هيغير فكرتك عن أفلام الجريمة تماما. معانا فيلم The Thursday Murder Club. الفيلم ده كوميدي وغموض من الطراز الرفيع، مخرجه هو العبقري كريس كولومبوس، بس القوة الحقيقية في طاقم النجوم اللي فيه: الأسطورة هيلين ميرن وبيرس بروسنان وبين كينجزلي. القصة بتدور حوالين مجموعة من كبار السن المتقاعدين في مجتمع فاخر، بدل ما يقضوا وقتهم في الراحة بيعملوا نادي سري علشان يحلوا قضايا القتل القديمة، لكن فجأة بيتورطوا في جريمة قتل حقيقية بتحصل في مجتمعهم. وهنشوف الأبطال الكبار دول وهم بيستخدموا خبرتهم الطويلة في الحياة علشان يسبقوا الشرطة في حل اللغز. الفيلم بيورينا إن التقاعد هو بداية مغامرة جديدة، وإن خبرة الأجيال القديمة هي أقوى سلاح في حل أي جريمة. لو بتحب أفلام الغموض اللطيفة اللي فيها ضحك وذكاء، يبقى ده اختيارك المثالي. ونكمل في قائمتنا بالمركز الثامن، معانا فيلم بارامولا. الفيلم ده رعب وغموض وإثارة، والقصة بتدور في بلدة بارامولا الساحرة في إقليم كشمير في الهند، والمخرج استخدم أجواء الشتاء والتلج علشان يعمل رعب ما بيطلعش من الأشباح بس. بطل الفيلم هو الضابط مناف كول، اللي بيحقق في حالات اختطاف غامضة للأطفال، لكن في نفس الوقت بيته الجديد بيبدأ يحس فيه بأصوات غريبة وظواهر خارقة ليها علاقة بأحداث ومآسي قديمة حصلت في البلدة دي. انت هتعيش صراع مزدوج ما بين رعب التحقيق في الواقع ورعب الأشباح في البيت. الفيلم ده بيورينا إن الرعب الحقيقي ممكن يكون جاي من الذاكرة المأساوية للمكان. لو بتحب الرعب اللي بيعتمد على الجو النفسي، يبقى الفيلم ده لازم تشوفه. ونطلع بالتوتر لمركز أعلى، والمركز السابع معانا بيخطف الأنفاس من أول مشهد في عالم الجاسوسية الخطير: فيلم She Walks in Darkness. الفيلم ده إثارة سياسية وتاريخية أسبانية، والقصة بتاعته مبنية على أحداث حقيقية من التسعينات. وبتدور أحداث الفيلم عن أمايا، ضابطة في الحرس المدني الأسباني. أمايا بتخاطر بحياتها علشان تدخل مهمة تجسس انتحارية، إنها تتنكر كعضوة في جماعة ETA الانفصالية الخطيرة علشان تكتشف مخابئ أسلحته. انت هتعيش معاها الصراع النفسي الكبير وهي بتلعب الدور ده. كل خطوة بتخطوها أمايا ممكن تكون نهايتها، والفيلم بيوريك التكلفة الحقيقية لعيشة حياة مزدوجة بين الولاء للوطن والهوية اللي بتتصنع. لو بتحب أفلام التجسس اللي بتخليك تشك في كل كلمة وكل شخص وبتغوص في عمق التضحية النفسية، الفيلم ده معمول علشانك. ونرفع من مستوى الفانتازيا والرعب، والمركز السادس معانا بيخطف الأنفاس من عالم المآسي القوطية: فيلم فرانكشتاين، تحفة نتفليكس الجديدة. الفيلم ده من إخراج العبقري جيرمو ديل تورو، واللي جايب معاه طقم نجوم أسطوري: أوسكار إيزاك في دور الدكتور فيكتور، والستار الصاعد جيكوب إيلوردي في دور المخلوق الوحش. القصة مأخوذة من رواية ماري تشيلي الكلاسيكية، لكن ديل تورو أخدها لمكان أعمق وأكثر دموية. أوسكار إيزاك بيلعب دور العالم اللي تحدى الموت ونجح في خلق حياة جديدة، لكنه ندم على طموحه لما شاف المخلوق الوحش بيبدأ يدور على هويته وإنسانيته في عالم رفضه.
الفيلم مش مجرد رعب، ده دراما عاطفية بتوريك تمن الطموح البشري جوه تحفة فنية وبصرية. وفي المركز الخامس معانا فيلم ترين دريمز اللي بيخطفك لعمق الحياة الأمريكية القديمة. الفيلم ده دراما تاريخية مقتبسة من رواية قصيرة عميقة جدا، والبطولة فيها للنجم المتألق جول إدجرتون، ومعاه النجمة فيليستي جونز والمخضرم ويليام اتش ميسي. يعني عندك قوة تمثيلية مضمونة. القصة بتدور في الغرب الأمريكي القديم حوالين روبرت، راجل بسيط بيشتغل في الغابات والمناجم علشان يبني خطوط السكك الحديدية. حياته اليومية بتبدو عادية، لكن الماضي والصدمات بتبدأ تطارده وتغير نظرته للحياة والأشجار اللي بيقطعها. الفيلم بيوريك إزاي الإنسان بيبقى جزء من الطبيعة والزمن اللي حواليه، وإزاي ممكن تكون أبسط حياة مليانة جمال ومآسي ومغامرة نفسية. ونطلع بالهايب لمركز جديد، ومعانا المركز الرابع هو الفيلم اللي هيرجعنا لعالم الأساطير النرويجي ترول 2. الفيلم ده جاي لنا من إخراج نفس مخرج الجزء الأول الناجح، والقصة كلها بتتصاعد في الجزء الثاني لما ترول جديد أقوى من أي ترول فات بيصحى من سباته، والدمار بيبدأ يضرب في كل مكان في النرويج. طاقم الأبطال لازم يخوضوا مهمة مستحيلة لإنقاذ وطنهم. الفيلم ده ضخم بصريا، هتلاقيه متصور في جبال النرويج المهيبة وأجواءها الأسطورية، وده اللي بيخلي الصراع بين الإنسان والأسطورة بيبان حقيقي ومخيف. ترول 2 مش مجرد فيلم وحوش، ده مغامرة وفانتازيا بتوريك قد إيه ممكن تكون الأساطير القديمة اللي كنا بنفتكرها حكايات هي التهديد الحقيقي لحاضرنا. ووصلنا للمركز الثالث، وهو الفيلم اللي كل الناس مستنياه علشان يحضروا أكبر لغز في 2025، فيلم ووك أب ديد مان A Knives Out Mystery. الفيلم ده هو الجزء الثالث من سلسلة الغموض العبقرية نايفز أوت، وبيرجع فيه المخرج العبقري ريان جونسون والمحقق الأسطوري دانيال كريج في دور بينيو بلانك. الفيلم ده عبارة عن موكب نجوم ضخم، جلين كلوز وجوش برولين وميلا كونيس وجيرمي رينر وكيري واشنطن. كل نجم فيهم لوحده حكاية، وكل واحد فيهم ممكن يكون هو القاتل. القصة بتنطلق لما بلانك يدخل تحقيق في جريمة مستحيلة حصلت في كنيسة قديمة بتاريخ مظلم. انت هتشوف بلانك وهو بيحاول يفكك شبكة الأسرار بين مجموعة من المشتبه فيهم الأغرب من بعض. لو بتحب أفلام مين القاتل اللي بتخليك تفكر وتتجنن لحد آخر دقيقة، الفيلم ده هينزل لك على نتفليكس يوم 12 ديسمبر 2025. وفي المركز الثاني معانا الفيلم اللي هيخليك تشوف نهاية العالم بشكل مختلف، فيلم ذا جريت فلود، إنتاج نتفليكس الكوري الضخم. الفيلم ده أكشن ومغامرة وخيال علمي، وهيخليك تحجز مكانك قدام الشاشة يوم 19 ديسمبر 2025. القصة بتدور في اليوم الأخير على الأرض لما فيضان مدمر بيغرق كل شيء. الأمل كله بيتعلق بآنا، الباحثة في الذكاء الاصطناعي اللي بتلعب دورها النجمة كيم دامي، اللي بتحاول تنقذ ابنها من مبنى سكني غارق بالكامل. وبيظهر هنا النجم بارك هايسو في دور غامض، وبيتضح ان مهمته مرتبطة بمستقبل البشرية كلها وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. الفيلم ده بيوريك قوة التضحية والأمومة في مواجهة كارثة طبيعية، وبيطرح تساؤل: هل ممكن التكنولوجيا تكون هي الأمل الأخير للبشرية؟ ووصلنا للقمة، الفيلم اللي هيتربع على عرش نتفليكس مش بس في 2025، ده اللي هنبدأ بيه سنة 2026 بأقوى طريقة. والمركز الأول هو فيلم ذا ريب. الفيلم ده أكشن وجريمة وإثارة من نوع تاني، علشان اللي أخرجه هو جو كارناهان، واللي أنتجوه ومثلوا فيه هم الأصدقاء الأساطير مات ديمون وبين أفليك. الفيلم ده بيجمع ديمون وأفليك وهم بيلعبوا دور ضباط شرطة في ميامي. القصة بتنطلق لما الفرقة تكتشف مكان سري مليان بملايين الدولارات غير القانونية. الاكتشاف ده مفروض يكون كنز، لكنه بيتحول لفخ مميت. الثقة بتنهار بين الضباط وبتبدأ الخيانة. الفيلم بيوصلك لأقصى درجات التوتر، خاصة لما بيجي لهم تحذير: اخرجوا من هنا خلال 30 دقيقة علشان مفيش حد يموت الليلة. لو بتحب أفلام الجريمة اللي فيها أكشن سريع ومؤامرات وبتشوف قد إيه الفلوس ممكن تقتل الولاء، الفيلم ده هو اختيارك. فجهز نفسك للموعد يوم 16 يناير 2026 على نتفليكس. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الحماسية في التوب 10 لأقوى أفلام نتفليكس الجديدة في 2025. بصراحة سنة كانت مليانة بالجودة والنجوم والأكشن اللي بيخطف العقل. ودلوقتي جه دور قولي في التعليقات إيه هو الفيلم اللي هتنزله على قائمة المشاهدة فورا، وما تنساش تدعمني باللايك علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من محبي الأفلام. ولو لسه مش مشترك اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان ما تفوتكش أي قائمة جديدة. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وتابعوني علشان في قوائم أقوى بكتير جاية في الطريق. والسلام عليكم.